مشاهدينا الأفاضل، طابت أوقاتكم. من الفضاء الإريترية نحييكم ونقدم إليكم نشرة أخبار المساء لهذا اليوم، والتي نستهلها بأهم وأبرز العناوين. تدشين سد رهيب مديرية حلحل. مكتب الصحة بإقليم القاشبركة يقيم أعمال عام 2024. فرع مؤسسة الادخار والقروض المصقرة بإقليم عنسبة يرفع نسبة السداد ب 8.3%. الصين تستعد لرفع دعوى أمام منظمة التجارة العالمية. مقتل 18 جنديا و23 مسلحا في معركة بإقليم بلوتشستان في باكستان. إيران تكشف عن 3 أقمار اصطناعية جديدة وصاروخ باليستي. مرحبا بكم من العناوين إلى تفاصيل. دشن في 2 من فبراير خزان لتجميع المياه في رهي بمديرية حلحل، والذي شيد بالتعاون بين إدارة إقليم عنسبة ووزارة الزراعة ومشاركة الشعب والفرقة العسكرية 34. وذكر مدير إدارة ضاحية رهي السيد محمود حامد أن المنطقة كانت تعاني من شح المياه، معربا عن أمله في حل المشكلة بعد بناء الخزان، وأشاد بالمساهمين في بنائه. وقال مدير مديرية حلحل السيد قرمازيان أبرهة وقائد الفرقة العسكرية 34 المقدم قبر هاي أن الأعمال المعمارية والتنموية التي يقوم بها الشعب والجيش جزء من برامج التصدي، وسيدفع بها قدما لفعاليتها على الأرض. من جانبه أوضح ممثل قسم الزراعة والأراضي في إقليم عنسبة السيد قرب مسغل تولي أن الخزان سيسهم في تخفيف مشكلة مياه الشرب والسقي والدفع بالتنمية الزراعية، مناديا بالقيام بأنشطة حماية التربة والمياه على الخزان لضمان استدامة خدماته. ومن جهته أشاد حاكم إقليم عنسبة السفير عبد الله موسى في المناسبة ببرامج التنمية التي يقوم بها الجيش لتحسين الحياة المعيشية للمواطنين. هذا وقد شهدت مناسبة التدشين حفلا فنيا أحيته فرقة لالمبا الفنية التابعة للفرقة العسكرية 34. حققت الجهود المبذولة لتحسين كفاءة الخدمات الطبية في إقليم القاشبركة بحلول عام 2024 نتائج مرضية في تطور الخدمات الطبية، حسب ما جاء في تقييم أجراه مكتب الصحة بإقليم القاشبركة في مدينة بارنتو خلال 2 و3 من فبراير الجاري. وبحسب مسؤول مكتب وزارة الصحة في الإقليم الدكتور حيلوم كيداني، فقد ارتفعت خدمات الأمومة في المرافق الصحية بنسبة 9% عام 2024، ووصلت نسبة التطعيم إلى 100%، ولن تكن هنالك ظهور لأمراض جديدة. كما تم تقليل زيادة الإصابات بمرض السل بإجراءات فورية وجعلها تحت السيطرة. وأوضح مسؤول الخدمات الصحية في المديريات ومسؤول الوحدات أنه تم إنجاز عمل جدير بالثناء في السيطرة على الأمراض المعدية وتلك غير المعدية، وتم تسجيل نتائج جيدة في تنفيذ أنشطة الصرف الصحي البيئي والحملات التوعوية. ووصل معدل استخدام المواطنين للمراحيض إلى 93% على مستوى الإقليم. بالإضافة إلى ذلك بلغت نسبة إنشاء غرف انتظار الحوامل 85% في مراكز الصحة على مستوى الإقليم، وارتفع أعداد المتبرعين بالدم طوعا إلى 92%. كما ساهم إدخال المعدات الطبية الحديثة والمتكاملة في المستشفيات والمراكز الصحية في رفع كفاءة الخدمات المقدمة. وأكد حاكم إقليم القاشبركة السفير محمود علي حروية أن التغييرات المسجلة في القطاع الصحي هي نتيجة للوعي العالي والجهود القوية التي يبذلها المهنيون الصحيون. وذكرت وزيرة الصحة سيدة أمينة نور حسين أن الجهود التي بذلها الشعب والإدارات والمؤسسات الحكومية المعنية والمهنيون الصحيون لتوسيع وتحسين الخدمات الطبية في إقليم القاشبركة تستحق الثناء، موصية إياهم ببذل جهود لتنفيذ ما تبقى من أعمال. قال فرع برنامج الادخار والقروض المصقرة بإقليم عنسبة في اللقاء التشاوري الذي عقده لتقييم أعمال عام 2024 ووضع خطط برامج عام 2025 أن نسبة سداد القروض ارتفعت بنسبة 8.3% بفضل الجهود المبذولة. وفي اللقاء التشاوري الذي أجري في مدينة كرن يوم أمس 3 من فبراير، أفاد مسؤول الفرع السيد قيتو أم هبتزيون أن الهدف من توفير القروض هو تطوير القطاع الخاص من خلال توسيع نطاق المؤسسات المصقرة لدعم وتهيئة الظروف المناسبة للمواطنين لزيادة دخلهم. وأوضح أنه تم توزيع أكثر من 32 مليون نقفة على 2878 عاملا في 9 مديريات، بما في ذلك مديريتي منصورة وسلعة،
مضيفا أن 51% من المستفيدين هن من النساء. واقترح المشاركون إعادة النظر في طريقة تحصيل وتوزيع القروض وسد النقص في الموارد البشرية والمرافق وفتح فروع في كل مديرية والعمل على توعية المجتمع بالتمويل وأنشطته. وركز مدير مؤسسة الادخار والقروض المصقرة المكلف السيد تافلا سمروم أنه لا ينبغي الاستهانة بالأنشطة التي يتم تنفيذها لتحسين معيشة المواطنين، وأنه من الضروري بذل المزيد من الجهود لتوسيع مدى استفادة العملاء. وأشاد بمساهمة جميع المشاركين في توزيع وتحصيل القروض، مذكرا الناس بضرورة سداد قروضهم في الوقت المحدد لتجنب الديون المتراكمة، لأن القروض المتأخرة وغير المسددة تشكل عقبة أمام نمو التوظيف. من جانبه أشاد حاكم إقليم عنسبة السفير عبد الله موسى بالأنشطة التي تنفذها مؤسسة الادخار والقروض المصقرة لتحسين معيشة المواطنين، وحث المستفيدين على استغلال الفرص المتاحة لهم وسداد قروضهم في مواعيدها. هذا ويضم فرع مؤسسة الادخار والقروض المصقرة في إقليم عنسبة 133 بنكا ريفيا و4 فروع لخدمة أكثر من 11,000 عميلا على مستوى الإقليم. تمت الإشادة بالمبادرات التي يقوم بها الأهالي في ضاحيتي قلامة وأيتحل لتوسيع مؤسسات الخدمات الاجتماعية. وبناء على ذلك أوضح مدير مديرية أفعبت أن المركز الصحي الذي قام ببنائه سكان قلامة يقدم خدمات جديرة بالثناء مع تعيين الكوادر الصحية من قبل وزارة الصحة. كما يقوم السكان أيضا ببناء مدرسة مكونة من 5 فصول دراسية بالتعاون مع الجهات المعنية للتخفيف من النقص في الفصول الدراسية. وفي ذات السياق قال سكان ضاحية أيتحل أن المدرسة الابتدائية التي يتم بناؤها بمشاركة 100 مواطن في أعمال النفير بشكل يومي ساعدت الأسر المبعثرة على لم شملها وعيش حياة مستقرة وتلقي الخدمات الاجتماعية الأساسية عن قرب. قام فرع الاتحاد الوطني للشباب وطلبة إريتريا في إقليم جنوب البحر الأحمر بتدريب أكثر من 60 شابا من القادمين من جميع مديريات الإقليم في العلوم الاجتماعية في الفترة ما بين 26 من يناير وحتى 2 من فبراير 2025 في بلدة أفنبو. وأفاد مسؤول قسم السياسة والتأطير الشاب عثمان محمد علامة في تقريره أن ثلث المتدربين من الشابات جاءوا من 4 مدارس ثانوية وتلقوا محاضرات تعريفية عن السياسة والفلسفة والدين وخلفية اتحاد الشباب والطلبة والحركة الشبابية والخدمة الوطنية وأركان الميثاق الوطني. وأوضح مسؤول الاتحاد في إقليم جنوب البحر الأحمر السيد عثمان عبد القادر أنه يتم تنظيم دورات بمحتويات ومستويات مختلفة لرفع الوعي الوطني للطلاب وتنشئتهم على القيم الوطنية. وأشاد مسؤول الشؤون السياسية في مكتب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة بإقليم جنوب البحر الأحمر السيد سمري جبر مريم في كلمته بالجهود التي تبذل لرفع المعارف الأكاديمية والسياسية للشباب والطلبة، مذكرا المشاركين بضرورة الاستفادة من الدورات التي تتاح لهم بين الحين والآخر. وفي ذات السياق قام الطلاب المتدربين بأنشطة تشجير وتنظيف في سور مدرسة أفنبو. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية. ابقوا معنا. مرحبا بكم على الصعيد العالمي. بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك بنسبة 25% والصين بنسبة 10%، سارعت البلدان الثلاثة إلى الرد مهددة بالتعامل بالمثل. الإجراءات التي اتخذها الرئيس الأمريكي يعدها البعض مقدمة لحرب تجارية على الشركاء الرئيسيين الثلاثة لبلاده والذين تمثل منتجاتهم مجتمعة أكثر من 40% من واردات الولايات المتحدة الأمريكية، في حين قالت الصين أنها سترفع دعوى أمام منظمة التجارة العالمية. واستنكرت الاتهامات الباطلة التي وجهها لها ترامب بالمشاركة الفاعلة في تهريب مخدر الفنتانيل إلى داخل الولايات المتحدة. قتل 18 جنديا على الأقل و23 مسلحا خلال معركة بالأسلحة النارية في منطقة كالات بإقليم بلوشستان، طبقا لما ذكرته هيئة العلاقات العامة المشتركة لأفرع القوات المسلحة الجناح الإعلامي للجيش الباكستاني. وأضاف البيان بناء على أمر من قوى معادية كان هذا العمل الإرهابي الجبان يهدف إلى تعطيل البيئة السلمية لإقليم بلوشستان باستهداف المدنيين الأبرياء بالأساس. وأعلنت مجموعة انفصالية من البلوش وهي جيش تحرير بلوشستان مسؤوليتها عن هجوم أسفر حسب الجيش عن مقتل 18 عنصرا من قوات الحدود الباكستانية في الولاية الواقعة جنوب غربي باكستان على الحدود مع دولة إيران.
وتعرضت مركبة تقل مجموعة شبه عسكرية غير مسلحة قرب بلدة مانغوشار لإطلاق نار من قبل 70 إلى 80 مهاجما مسلحا كانوا يغلقون الطريق، حسب ما قال مسؤول في الشرطة لوكالة الصحافة الفرنسية. في الخبر الأخير، أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان قوة الردع الإيرانية، وذلك بالتزامن مع كشف طهران عن 3 أقمار صناعية جديدة وصاروخ باليستي. وذكرت قناة بريس تيفي الإيرانية أنه تم الكشف عن قمري الاستشعار عن بعد بارس 1 وبارس 2، بالإضافة إلى القمر الصناعي نافاك للاتصالات، وذلك خلال حفل أقيم في وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بحضور بيزشكيان، والذي تزامن مع اليوم الوطني لتكنولوجيا الفضاء. وأشارت القناة الإيرانية إلى أن الرئيس بيزشكيان قام أيضا بزيارة إلى معرض لأحدث إنجازات وزارة الدفاع الإيرانية، بما في ذلك منصات إطلاق الأقمار الصناعية وأنظمة التوجيه. وأشرف بيزشكيان على إزاحة الستار عن صاروخ باليستي جديد يحمل اسم اعتماد، ويصل مداه إلى 1700 كيلومتر، ويحمل الصاروخ الجديد الذي يبلغ طوله 16 مترا وقطره 1.25 مترا، رأسا حربيا يتم توجيهه حتى إصابة الهدف المطلوب. في نهاية النشرة لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. تدشين سد رهي بمديرية حلحل. مكتب الصحة بإقليم القاشبركة يقيم أعمال عام 2024. فرع مؤسسة الادخار والقروض المسقرة بإقليم عنسبة يرفع نسبة السداد ب 8.3%. الصين تستعد لرفع دعوى أمام منظمة التجارة العالمية. مقتل 18 جنديا و23 مسلحا في معركة بإقليم بلوچستان في باكستان. وإيران تكشف عن 3 أقمار صناعية جديدة وصاروخ باليستي. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.